أب اتهموه في قضية تبديد أول يوم رمضان عشان كان عايز يفطر مع بنته. أب كل اللي عمله إنه كان نفسه أوي يشوف بنته، فراح عند بيت طليقته ونده على بنته، فكانت النتيجة إن الراجل ده اتفضح في الشارع واتعمل له قضية تبديد. طب تفتكروا الذنب اللي هو عمله إن هو كان عايز يشوف بنته؟ كان نفسه أوي يفطر مع بنته أول يوم رمضان. إيه الغلط في ده؟ عشان فجأة يتحول لمتهم رغم إنه بيدفع نفقة بنته كل شهر. ليه ندخّل أب عنده المشاعر الفياضة دي تجاه بنته في محاكم وقضايا؟ ليه بنخلّي الأطفال طرف في مشكلة هم ما لهمش أي ذنب فيها؟ ما هي أكيد البنت دي بتحب باباها أوي وكان نفسها تشوفه. ليه الأم دي ما فكّرتش قبل ما تعمل حاجة زي كده، أيًا كان على فكرة سبب الانفصال، أيًا كان طالما الراجل يعني بيعمل اللي ربنا قال له عليه وبيصرف على البنت ومش مقصّر وبيحب بنته ونِفْسه يشوفها، ده في أبّهات تانيين ما يعرفوش شكل أولادهم أصلًا، ومن حاجات واقعية موجودة فعلًا. القصة اللي أنا باقولها لكم دي جات لي على الصفحة، أب حابب إن إحنا نعرض المشكلة بتاعته، إنه نِفْسه يشوف بنته. عايز يشوفها من غير قضايا ومحاكم، من غير مشاكل. ده أب قلبه غلبه، قلبه غلبه رغم كل المشاكل اللي ما بينه وما بين طليقته، إنه كان نِفْسه يشوف بنته، عشان يترد عليه أنت مش هتشوف بنتك تاني. يعني موضوع مماثل أوي للمسلسل المعروض دلوقتي أب ولكن. فكرة موجودة في بيوت كتير جدًا، إن إحنا بنخلّي الأولاد دول طرف في مشكلة هم ما لهمش أي ذنب فيها. الأب ده عايز يشوف بنته، قلبه فعلًا غلبه، ليه نعاقبه على مشاعره دي؟ رغم إن المفروض الأم دي تبقى مبسوطة من المشاعر الحقيقية اللي موجودة في قلب الأب، هو مش عايز حاجة، هو لا عايز فلوس ولا عايز خناقة ولا عايز أي حاجة، هو عايز يشوف البنت بس، إيه الأزمة في ده؟ على لسان الأب ده، الأب قال لي إنه كان بيحلم ببنته دي قبل ما تتولد. ولمّا الدكتور قال إن هو ولد، هو كان متأكد إنها بنت عشان حلم بيها قبل ما تتولد. عارفين بجد إيه أصعب إحساس؟ أصعب إحساس إن أنت تبقى أب بس مش عارف تكون أب، وده فعلًا اللي بيحصل، إن ممكن يبقى الأب فيه مشاكل كتيرة جدًا. أنا ما أقدرش نحكم 100% المشكلة اللي إحنا حكيتها لكم، القصة اللي أنا حكيتها لكم إن الأب ما فيهوش عيوب، لأ، ممكن يكون فيه عيوب. لكن ليه يتحرم من بنته؟ ليه يروح إن هو نِفْسه يفطر مع بنته أول يوم رمضان يلاقي مشاكل مستنياه وقضايا ومش هتشوف بنتك تاني؟ طَب تفتكروا هي البنت دي ما بتحسّش بده؟ لأ هي أكيد بتحس، وأكيد هتتأثّر، وأكيد لمّا هتكبر هتسأل بابايا فين. بلاش ندخّل أولادنا طرف في مشكلة هم ما لهمش أي ذنب فيها.